مرحبا، أنا من المغرب. ما رأيك بالمنتخب المغربي؟ نعم، وشاهدنا مباراته الأولى مع كرواتيا وكان لعبهم جيد جدا، كان بإمكانهم أن يفوزوا في تلك المباراة، ورأيت أن أحد لاعبيهم تعرض لإصابة وقرأت ذلك اليوم، لذلك لا أعرف كيف ستكون تشكيلتهم يوم غد، ولكنه فريق ممتاز، لديهم لاعبين جيدين يمكنهم أن يحدثوا فارقا في أي وقت المباراة. يجب عليهم أن يكونوا مستعدين، أمامهم مباراة صعبة أمام كندا على ما أظن. إذن صباح الخير. إذن دبرا قال قبل أيام أنه كان قلقا طريقة لعبك، هل تحدث إليك عن هذه المخاوف؟ نعم ولا. أظن أن المباراة الأولى كانت صعبة، لعبنا قبل 4 سنوات مع بنما وكل شيء بدأ يتحسن، ولكن عادة يكون اللعب صعبا في المباراة الافتتاحية. هناك الكثير من الضغط والتوتر، لا نريد أن نفقد الكرة، لا نريد أن نفقد الكرة، ولكنني لست قلقا بإزاء المستقبل. أظن نحن بحاجة إلى أن نتعاون، نعمل مع بعضنا البعض وأن نتعرف على بعضنا. نحن نعلم بأننا لدينا لاعبون جيدين يمكن أن نشكل صعوبة للخصم، ونحاول أن نصل الكرة إلى يوري، لأنه هناك بعض اللاعبين يمكن أن يكون خطيرين علينا. أنا في الواقع الأمر أتحلى بالثقة. صباح الخير إيدن. هل كانت هناك أي مناقشات تكتيكية؟ سمعنا بأن هناك بعض المناقشات مع كيفن، هل تظن بأن هذه مشكلة مع المدرب؟ هل تظن أن المدرب عليه أن يغير أي شيء؟ كلا، سأكرر ما قلته. المباراة الأولى دائما يكون لدينا نوع من الهاجس والخوف، لا نريد أن نفقد الكرة، والآن نحن تجاوزنا هذا الأمر. علينا أن نركز على مباراتنا. في بعض الأحيان أحيانا كان بإمكاننا أن نقوم بتمريرات ولكنها كانت مجازفة، وبالتالي لا نريد أن نجازف بذلك، وحاولنا الاحتفاظ بالكرة. علينا أن نتجاوز هذا الأمر. يجب ألا نخشى من المراوغة، يجب ألا نخشى من عمل التمريرات التي لم نقم بها في المباراة الماضية. السؤال على خلال الأيام الماضية سمعنا ما حدث خارج الملعب. أنت قمت بإدلاء بتصريح حول شارة الذراع، ماذا عليك أن تقول؟ نحن هنا نتحدث عن كرة القدم الآن، لا أريد أن أتحدث عما حدث. نحن هنا لاعبو كرة قدم، نريد أن نلعب كرة قدم وفعلنا ما فعلناه. نحن كان موقفنا أننا ندعم تلك القضية، ولكن الآن تركيزنا على كرة القدم. كيف يؤثر ذلك على لعبتكم عندما تقتربون من اللعبة؟ وكذلك أنك تعرضت لإصابة بعد خطأ في اللعب، ما شعورك؟ ماذا حدث معه؟ لطالما قلت إن كان هناك خطأ علي فهذا يعني أن الكرة كانت معي، وهذا طالع طيب. هذا جزء من طريقة لعبي، مثلي كنيمار كفينيسيوس. يجب أن نتعامل مع الأخطاء، ولكن لا مشكلة في ذلك. فإن كان هذا جزء من لعبة كرة القدم، أتمنى أيضا وآمل أن الخصم يمكن أن يحصلوا على الكثير من البطاقات الصفراء.
كلا، هذا جزء من لعب كرة القدم ولا مشكلة في هذا الأمر. إذا إن تريد أن لا ترتكب أخطاء لا تتلقى الكرة، لا تستلم الكرة، هذا كل ما في الأمر. صباح الخير، أنا من المغرب. غدا سيكون عليكم ضغط كبير على بلجيكا، لأن يمكنكم أن تنتقلوا إلى المرحلة التالية عندما تنتصرون، وكذلك بالنسبة للمغرب. نعم، هناك ضغط على كلا الفريقين، لطالما كان هناك ضغط قبل أي مباراة، ونحن نعلم إن انتصرنا فإننا سنتجاوز إلى الجولة التالية، والمغرب لديهم نوع آخر من الضغط. إذا لديهم نوع آخر من الضغط، عليهم أن يحققوا انتصارا في أول مباراة لهم ولكن هذا الضغط تعرض له فرق كرة القدم، ولطالما هناك ضغط على جميع الفرق قبل أي مباراة. سؤالي، لاحظنا مؤخرا بأنك زاد وزنك قليلا مؤخرا. لاحظنا مؤخرا بأن وزنك قد زاد، كيف تتعامل مع هذا الأمر وما السبب وراء ذلك؟ شكرا. كلا، هذا غير صحيح. وزني بقي ثابتا. أنا عملت جاهدا على لياقتي البدنية، وأظن أن هذا أهم ما في الأمر. صباح الخير، أنا من لوسواغ. في مقابلة سابقة مع لكيب قلت بأنك لديك تحديات نفسية عندما تعرضت لإصابة ولم تلعب. كيف تشعر الآن ذهنيا؟ وخلال الأسابيع الماضية هل واجهت أي صعوبات ذهنية؟ كلا، خلال السنوات الأولى، الأيام الأولى، لماذا تعرضت للإصابة؟ لم أفهم لماذا تعرضت لتلك الإصابات، ولكن الآن أنا تجاوزت هذا الأمر ذهنيا. الآن أريد أن أركز، أريد أن أستمتع وأن ألعب.